السلام عليكم واهلا بيكم في الحلقه الثالثه من برنامج حكاوي فنيه بالتقليه. حكايتنا النهارده مع المخرجه القويه قوي نسرين فاضل. ونسرين ليها نبره صوت حاده وقويه طبعا بتخوف، وبتلبس نظاره كبيره وسودة مش عارف ليه، وليها عضلات بارزة كده من تحت الهدوم بتخوف بيها أي حد، وعشان كده هي بتعرف تسيطر على اللوكيشن كويس أوي كمان. والأستاذة نسرين بتحب يمشي العمل في اللوكيشن زي الكتاب ما قال، متحبش أي مشاكل من أي نوع، ولو ظهر حاجة كده ولا كده على طول العضلات بتظهر، العضلات الفنية طبعا، عضلات فنية والصوت القوي والنضارة تتقلع، نضارة كبيرة قوي وتبان العين الكبيرة قوي برضه، وتشفط الشفطة تظبط الدنيا. ونسرين فاضل بتحب الإخراج في التلفزيون، دراما المسلسلات، عن الإخراج في السينما. وده ليه؟ لأنها آخر فيلم عملته كان اسمه مش ملبس. النقاد مسكوها سلخوها وقالوا لها مش ملبس، لما هو مش ملبس امال يبقى ليه؟ والجمهور فضل السؤال ده يلاحقها لغايه ما قررت تهرب من السؤال دوت، راحت سايبه السيما لاخراج في السيما واتجهت لاخراج التلفزيون. وبالفعل نجمها عالي قوي في إخراج المسلسلات والدراما التلفزيونية، خاصة بعد مسلسل الفار. مسلسل الفار تعبها كانش عارفة تقفشه، بس في الآخر بالعضلات الفنية قدرت تقفشه وعملته كويس قوي، ولقى استحسان من الجمهور ومن النقاد. وكمان ظهرت عضلات نسرين الفنية في أعمال كتير، منها على سبيل المثال مسلسل الدهان. وكان في مشهد المفروض بيولعوا فيه محل لحمة راس، والممثل المفروض يمسك الشعلة ويرميها، والمحل طبعا مليان مواد مشتعلة عشان يبان في التصوير الاشتعال شديد. وده خاف وده فشل وما عرفوش يعملوا المشهد. راحت على طول عضلات نسرين الفنية ظهرت ولابسه لبس راجل وغطت شعرها تحت طاقية واتصورت من ظهرها ومسكت الشعلة وهوب وعند المحل ورمت وهوب النار اشتعلت وتمام. وبكده اثبتت نسرين ان عضلاتها الفنية ما بتقفش قدام اي مشكلة فنية. لكن ساعات برضه العضلات بتفشل، يعني جل من لا يسهو. في مرة كانت بتصور مسلسل ومحتاجة الكومبارس يمثل دور عسكري. المهم جابوا لها الكومبارس يمثل دور عسكري. تاني يوم محتاجة الكومبارس يمثل واحد بتاع بطاطا، جابوا لها نفس الكومبارس. زعقت بس عضلتها الفنية هتعمل ايه؟ ما مفيش غير الراجل دوت. وكل روح صورت بيه بتاع بطاطا. تالت يوم وزي ما يكونوا الجماعة اللي بيجيبوا الكومبارس الله أعلم بقى متعمدين ولا لأ، جابوا نفس الراجل. كانت عايزة تصور مجنون في مستشفى المجانين. زعقت ومفيش إلا هو. المهم هنا بقى ظهرت عضلات نسرين الفنية حقيقي، صورت بالراجل في مستشفى الأمراض النفسية كمجنون وعملت له خط درامي إنه كان عسكري مرتشي رفضوه، راح اشتغل بتاع بطاطا. نار فرن البطاطا لسعت نافوخه اتجنن، دخل مستشفى المجانين. وبكده أثبتت نسرين إن عضلاتها الفنية مفيش أي مشكلة تقف قدامها. حتى
في المده اللي بتخرج فيها المسلسل العضلات بتظهر كويس قوي. ومره جه مدير انتاج قال لها يا استاذه احنا عايزين نخرج ونخلص المسلسل ده في شهرين. راحت مزعقه والنضاره برضه اتقلعت الكبيره والعين الكبيره ظهرت والعضلات برزت، العضلات الفنيه. وقالت له يا استاذ شهرين ايه؟ هو شهر ونص، ولا انت ما عندكش ثقه في عضلات الفنيه؟ والسلام عليكم والى اللقاء.